هنالك عدة طبقات، أعتقد أنها 5 طبقات. حبذا لو تذكر لنا هذه الطبقات وما العلاقة. الطبقات ثلاثة: الشيخاني والبيراني والمريدين. شيخاني، بيراني، مريد. أي الشيخ هو أعلى طبقة؟ لا، ليست هناك طبقات المفاضلة بين الطبقات، لا، هناك طبقات متساوية، الجميع متساويين، وليس هناك طبقات فوق. بمعنى الطبقة ليس لدينا ما يسميه بطبقات، أي هناك طبقة فوق طبقة، ولكن هناك نستطيع أن نقول 3 أجزاء، يعني لأنه الطبقات متساويين فيما بينهم، وليس كما في بقية. هناك مثلا الهندوسية لديهم الطبقات العليا، البقية الطبقات شبه تقديس يقدسونهم. في الإيزيدية لا يوجد هذا الشيء، لا. وإنما هناك 3 طبقات: طبقة الشيوخ والبيرانية والمراداء أو المريدين، يعني نفس الشيء. طبيعة العلاقة بين هذه الطبقات أستاذ داود؟ الجميع اعتقادات، الجميع يعتقدون فيما بينهم بوجود، وطقوسهم متساوية، كل شيء عددي متساوي. مجرد أن هناك ما في عهد شيخ حسن، في عهد شيخ حسن حدث في القرن ال13 حدثت بعض الإشكاليات، فقال لا تتزوجوا فيما بينهم، وما زال هناك البيراني يتزوجون فيما بينهم، والشيوخ يتزوجون فيما بينهم، وأيضا لدينا المريدين أيضا يتزوجون فيما بينهم، ولكن الجميع متساوين في الأعياد والمناسبات والطقوس والتعبد والتعميد وكذا الحاج وإلى كل ما ذلك. لا يوجد فرق بين إيزيدي وإيزيدي بأي شيء.